لو كل مرة كنت محتاج تاخد قرار في أي موضوع كنت بتسأل كتير وتفكر كتير وتلاقي نفسك برضه متردد، فأنت مش لوحدك. ناس كتير جدا بتعاني من الموضوع ده. عشان كده في الفيديو ده هتفهم ليه عقلك بيحب التردد وإزاي بيخليك تضيع فرصك بإيدك. التردد هنا هو نظام حماية. عقلك بيوصلك مفهوم: لو ما اخترتش مش هتغلط، فتفضل واقف في النص ما تقدرش تاخد قرار بسبب شوية مخاوف. أولها الخوف من الندم. فكرة إن أنا لو أخدت قرار طلع غلط هندم على اختياري، بيقفل فكرة إن أنت تاخد قرار أصلا، خوفا من إن أنت تفضل تقول يا ريت. هنا تأجيل القرار بيساوي تأجيل الندم لو الاختيار طلع غلط. الخوف التاني وهم القرار المثالي. عقلنا بيضحك علينا بفكرة استنى لما يكون متأكد بنسبة 100%، بس الحقيقة مفيش قرار في الدنيا هيبقى واضح بنسبة 100%. لازم يكون في نسبة خطأ حتى لو 1%، وده طبيعي جدا. لكن كل ما بتأجل قراراتك اختياراتك بتقل، وأحيانا الاختيار بيتحول ساعتها لاضطرار. الخوف التالت الحفاظ على صورتي قدام نفسي، ودي أسوأ حاجة في التردد. مش الفرصة اللي هتضيع منك، لكن الصورة اللي انت بتكونها عن نفسك جواك. هي شخص أنا مهزوز، أنا مقدرش أخد قرار. مع الوقت بتصدق الصورة دي وبتلاقي نفسك فعلا مش قادر تاخد قرار. الخوف الرابع إدمان منطقة الراحة. التردد جزء أصيل في استمرار إحساسك بالأمان. هو إحساس مزيف. طول ما أنا ما أخدتش قرار الاحتمالات كلها لسه قدامي مفتوحة، فتفضل قاعد في منطقة الممكن دي، حتى لو هيكون التمن خسارة فرص كتير جدا في حياتك. على قد ما التردد شكله بيبان هادي من بره، لكن تأثيره بيبقى مدمر جدا على صاحبه. لأن الاختيار الغلط ممكن تتعلم منه، لكن التردد بيوقف حياتك كلها. طب لو أنا عرفت إن أنا شخص متردد وحابب أغير ده، أعمل إيه؟ أغلب الناس بتحاول تعالج التردد بالتفكير أكتر، لكن العلاج الحقيقي هو عكس ده تماما. خد قرارات في حاجات بسيطة بس بشكل سريع، شكل من أشكال التمرين على اتخاذ القرار. الخطوة اللي هتاخدها هتعلم عقلك إن أنت شخص شجاع وتقدر تقرر حتى لو القرار طلع غلط. عقلك بيعرف إن ده شيء طبيعي جدا. مرة ورا التانية بتلاقي اتخاذ القرار بقى شيء أسهل من الأول بكتير. اعرف إن الحياة مش بتعاقب الناس اللي بتغلط، لكن بتتجاهل الناس اللي ما بتتحركش ولا بتاخد موقف. اتأكد إن السعي حتى لو غلطت فيه هو زي البوصلة، بيوجهك لهدفك أكتر ويعرفك أنهي طريق المفروض تاخده. علاج التردد مش مستحيل، لكن بياخد وقت. حتى لو البداية متأخرة اتأكد إن النهاية هتكون مرضية جدا. دمتم في رعاية الله.